كان في بيت قديم في شارع جانبي من شوارع بحري. الناس اللي هناك بيسموه بيت رقم 31. كل اللي في المنطقة عارفين إن البيت ده مهجور بقاله أكتر من 40 سنة. بس الغريب في الموضوع إن ولا مرة حد شاف حد بيخرج أو بيخش البيت ده. وبرغم كده الأنوار كانت بتولع كل ليلة الساعة 8 بالظبط. أنا كنت رايحة أصور فيديو عن الأماكن المهجورة في اسكندرية، وسمعت عن البيت ده. سألت واحد من السكان هناك، راجل كبير، قلت له هو البيت ده فاضي أصلا؟ رد عليا من غير ما يبصلي وقال لي البيت ده فاضي بس مش فاضي. سألته يعني ايه؟ قال لي اللي ساكنين جواه مش زينا. قررت اروح هناك قبل المغرب. لفيت لفة كده حوالين البيت. الباب كان مقفول بس مترمم كأنه حد بيحافظ عليه، والحيطان كلها شقوق كده، وفي رسمة غريبة على الباب، نقشة شبه المفتاح بس مقلوبة. لقيت شباك مكسور من الجنب. مديت الموبايل وبصور بس الكاميرا وقفت تشتغل. الشاشة سودا كأن مفيش حاجة. بس وانا بقلب في الصور ظهر وش حد واقف في آخر الطرقة، وش أبيض جدا ومبتسم. أنا ما شفتش حد بعينه، بس لما رجعت البيت وبصيت على الفيديو اللي أنا صورته، الموبايل سجل صوت حد بيهمس. رجليكي دخلت، روحك لسه. ومن وقتها وانا كل يوم الساعة 8 اسمع خبط على شباك الأوضة. انا ساكنة في الدور الرابع ومفيش بلكونة اصلا، والغريب الخبط دايما 3 مرات بالظبط. رحت اجيب مية من المطبخ، لقيت التلاجة عليها ورقة مش من بتوعي مكتوب فيها لو دخلتيه تاني مش هتخرجي. بس انا عمري ما دخلت اصلا. اليوم اللي بعده لقيت حتة من تراب مبلول على الارض، جواها نفس العلامة اللي كانت مرسومة على باب البيت، اللي هي نقشة المفتاح المقلوب. قررت أرجع للراجل الكبير تاني، بس لما سألت الجيران قالولي أنهي راجل، مفيش حد قاعد في العمارة دي من 10 سنين. ومن ساعتها كل ما افتح باب الشقة بتاعتي أشم ريحة بخور من اللي كانت في البيت المهجور، والاقي الشباك اللي اتكسر ظهر في الأوضة عندي.